الموضوع التاني موضوع الأخ والجد والأب والأستاذ اللي هي كل الحاجة، كل المواصفات. هو في يوم من الأيام أعلن انسحابه، قال أنا بستأذنكم الانسحاب. وما أعرفش إحنا يا سيدي أذن لك بالانسحاب، وأقصد تماما هيكل هذا الرجل الجميل اللي موجود من أيام عبد الناصر، اللي كان بينظر وما زال ينظر، حاضر، واللي عمل مليارات هو وأولاده. مش هنقول له ملياراتك منين، لكن هنقول له ارجوك كفايه واسكت. ليه؟ هنتكلم طوال الحلقه، لان مصر ما بقتش محتاجه غير المخلصين والصادقين بجد، اللي بيشتغلوا بعرقهم بجد، واللي بيشتغلوا باخلاص بجد. الاستاذ الجميل هيكل اللي بنقعد نستنى حواره مع لميس الحديدي كانه ماتش كوره علشان يطلع يقول ايه؟ يقول ما فيش دوله في العالم بتاخد قرار لوحدها بدون استئذان الا امريكا بس، وكأن ده يعني قرآن لازم نعمله. انا قلتها وكتبتها، قلت له مصر السيسي اخذت القرار، ومصر السيسي عملت بدون ما تستأذن، واخذت طارها في اللي قتلوا اولادنا في ليبيا، وتعاونت مع الخليج، وبيضربوا الحوثيين اللي هم يعني مش متفقين، هم موالين لإيران، بهدف في النهاية القضاء على دورك، القضاء على بلدك، تشتيت مصر كلها. ما عملنا. وكانت النتيجة ايه يا استاذ هيكل؟ ان اوباما نفسه هو اللي اتصل بالرئيس السيسي، وهو اللي طلب يكون في لقاء قمة في كامب ديفيد. بمعنى الكلام واضح ان القوة هي اللغة. ويا سيدي حاضر يا هدى، وبعدين ايه اللي هيحصل اكتر من اللي حاصل؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ ما احنا فقر وفقرانين، حرب وعاملين فينا الارهاب وما شاء الله. ايه تاني؟ ده يمكن ده يخلينا نقول لبعض كده محتاجين نجدد خطابين: الخطاب الصحفي والاعلامي خاصة في القنوات الخاصة لكل واحد اجندته وحساباته، وكمان الخطاب الديني محتاجين نجدده، محتاجين نفهم الصح ايه والغلط ايه. هنتكلم في ده بعد الاعلان.